حسبنا الله ونعم الوكيل. بس يا جهاء وخر من هذا أسخي. ها كل هؤلاء ياي كل هؤلاء مالك؟ السندوتش كلها. السندوتش كلها ولا تمام؟ كل بسم الله. يعلم الله أبي إيش اشتي من مهند، ليش دعاه يجي للبيت؟ أقوم أسمع إيش يتكلموا. حياك الله يا ابني. الله يحييك ويبقيك يا عم عبد الله. سيبني، هذا عمك خالد أعز صديق لي ولأبوك الله يرحمه. الله يرحمه. حياك الله يا عم خالد. الله يحييك يا مهند. طبعا يا أخي خالد، هذا ابن أخي محمد الله يرحمه، بين بسره والشاهد الله إني بين بسره أعظم من بنت يحلى. الله يحفظك يا عم عبد الله، وأنت كذلك، لولا أنت بعد الله إني قضيت من بعد ما مات أبي. أنت أمانة أبوك الذي ما كان معي في الدنيا إلا هو، كيف فلتك؟ الله يرحمه ويطول في عمرك يا عم عبد الله. المهم اديتني لا أنا ما في نفسك أمر. دعيتك يا ولدي معي لك خبرين، واحد حالي وواحد شوعة، بين أبدع لك. أوف، الاثنين مرة واحدة؟ طيب ابدأ بالحالي. الصدق يا ولدي قد كبرت وش يا زوجة. يا عم عبد الله اصلا انا ما قد بين افكر في الموضوع هذا. برد لك مش وقتي هلا. هلا بتفكر انا داري من تشتي. ما نشتي مالك يا عم؟ تشتي بنت يحلى. ماشي يا عم عبد الله، الله المستعان. ما عرفت كانك بتستحي، هي بنت عمك وانا قد قلت نخطب لك ونعقد لكم في اقرب وقت، وما عليك من اي شيء، كل شيء علي. ما قلت الحين قد انا ابنك يا عم عبد الله، اللي تشتي فعله وانا بعده. سابر الله يهديك. امين يا رب. والخبر شو عيبني، الارض حق ابوك هذه هي لك مثل لو جو ناس وبسطوا عليها. ما هو من هو لو كيف بسطوا عليها؟ ناس ما يخاف والله. وكيف نفعل؟ وين البصيرة حق الأرض؟ موجودة مع أمي. لا تهم ولا تقلق، أنا قد حجرتهم وواجهتهم أنا وعمك خالد، بس داحين نشتي البصيرة عشان نثبتها عند القاضي إن الأرض حق أبوك. أيوة. واشتيك تعمل لي توكي كوني عمك هو أبوك الوحيد. حاضر يا عم عبد الله، أنا عاد أدي البصيرة وأفعل لك التوكيل. تمام، أي حين عدي البصيرة. طيب ولا عليك يا عم، أنا عاد أسير لعند أمي أشل منها البصيرة، وإن شاء الله بيننا الصباح أجديها لك. يلا السابر، أنا بتصل للمحامي والأمين الشرعي يجوا بكرة الصباح، خليهم يعملوا التوكيل. طيب تمام. وتبصم وتريح لك والباقي علي. حاضر يا عم عبد الله، أنا الآن أستأذنكم أسرب سر البصيرة من عند أمي، وإن شاء الله قبيلنا الصباح. صابر الله معك. لا أحلى ولا أرضية. يا سلام عليك لعبتها صح. ابن أخي وأنا داري كيف أفعل به. ما رأيك يا عم؟ يوقع غضوة الفرحة فرحتين. كيف؟ نبصم مهند على التوكيل، وانا بصم على عقد زواجي من احلام، واعرف زلط سعودي ملان جيبك. أنت فصل وأنا البس. بس بعد ما تبصم مهند على التوكيل كيف حتفعل به؟ علي ما عليك إلا نخفيه ساعة الأولي.
مش وقتك رد. على العموم أنا شارح لي ومتواصلين بكرة. خير إن شاء الله، الله معك. ايش بتسوي يابا؟ ايش بدي اسوي؟ معلش. ليش تكذب على مهند انك عتزوجني به؟ ليش تشتري شغل الارض حق ابوه؟ تنصتي علي يا بنت الكلب. ايوه سمعت كل شيء، بعدين ايش من اب انت؟ وايش من قلب قاسي معك؟ ايوه احنا فاجئيني. ايوه زيدي فاجئيني، ما عاد باقي. تشي تزوج بنتك الوحيدة واحد أكبر منك بعمر جدي علشان الزلط؟ انا ابوش وعارف عن مصلحتك. لا لا، أنت بتهم مصلحة نفسك وبس. ضحكت على الولد المسكين علشان يفعل لك توكيل. اتقي الله، عدو ابن أخوك. ما تتدخليش بهذا الكلام، وابي اقرر له انا ما يمشي، انقلع من قدامي. تمام، وأنا إذا غصبتني من الزواج من صاحبك اعرف إن القبر أعز واشرف لي خاطرك. لا عاد الو يا حلال. إن جاء عمي عبد الله. الو مساء الخير يا عم عبد الله. يا مساء الخير والعافيه. يا عم عبد الله البصيرة قد هي عندي الصباح إن شاء الله واجي لعندك أمكنك. تمام صابر ان شاء الله. اكمل المشكله حق العربيه وقت لك بحراء على طول. سابر يا عم، الله يحفظك، ما عاد في نفسك ما تأمرني. سلامة قلبك. يلا في أمان الله يا غالي. الله يشفع لك يا ولد. اكتب يا ولدي اكتب، الناس مريعي. وأخيرا وصلت حلم حياتي. يلا بسرعة. هيا وين ابن أخوك هذا؟ أو صورة بيختاربك ركبك موتور. لا مستحيل من مهند يفعلها كذا، حيجي ذا الحين. يا عبد الله واضح البطنش معانا عمل. بسرعة عجي ذا احنا ماشي نمشي لنا. لا باجي لها، انا بتصل له. الرقم الذي تتصلون به لا يجيب في الوقت الحالي. يرجى محاولة الاتصال لاحقا. هو باجي لا افتهنوا بس ارتاحوا، ما عليكم.
جلسوا فتروا ارتاحوا وباقي ذرعي. الو ايوه انا عم مهند. ما هو حادث في اي مستشفى؟ هنا اخوك حصل حادث ما ادى الى ضربه في الراس والان هو في غيبوبه واحتمال كبير يفقد الذاكره. قول بغيرها يا دكتور. لا اعتراض لحكم الله وادعي له بالشفاء. انما وقع لها الحادث الا اليوم. يور حظا انه سليم. وهذا الاغراض اللي حصلناها معه. ها اهم شيء بسيط. ايوه وصلت البصيره لا يدي باقي التوكي. قلنا الامور عندي سابره. سابر يا دكتور. اهم شيء اهتموا بالولد وحاولوا انه يخرج بسرعه واي تكاليف انا متحمل. علينا بذل السبب والشفاء من رب العالمين. مهند لا حول ولا قوه الا بالله. كان عايز تريح لو ما ترسم على التوكي وبعدين يشلوك الجن. ما جايب على حادث الا ما رايك لو تعمل لنا ورقه توكي ونبصم مهند ونتخارج؟ ما ينفع، لو تعرف امه واخواله بيدعموا في التوكيل. كيف؟ لان الولد مش بعقله، بيقول انك استغليت مرضه وبصمته وهو فاقد الذاكره، فتعاقب قانونيا. طيب والحل؟ ما معك لا تريح له ما ترجع مهند ذاكرته، وتتموها مثل ما كنتوا ستين احسن لك واضمن. انا خايف لو يطول في استعاده ذاكرته. ما معك لا تصبر، احسن ما تتورط وتخرب كل شيء. طيب نصبر. خاطرك انا بمشي. الله معك. كنت عتبصم على التوكي وبعد احرق. الله لا ردك. يا وين هذا المحامي ما قد جانا ذا الحين. انا قد جيت. اكتب ادخل يا حجر ادخل. امانات كده بتذكر كل شيء، بتبصم على التوكيل. ايوه أين الشهود؟ الشهود بيجوا ذاحين بيجوا. بصم يا مهند أنا. مقعدة يا فندم. انتهت اللعبة يا عم. ايش من لعبة؟
من انتو؟ ما تسووا مني؟ أنا واحد من أصحاب أبوك وحبيت أفعل فيك خير. ايش من خير؟ فكولي. عمك يشتي ينهبك الأرض حق أبوك ويرجع يقتلك. كذاب، عمي ما يفعلهاش. صح، لا تخلي حبك لبنت عمك يعمي بصيرتك. لو مش مصدقني افعل الذي قلت لك وانت هتشوف بنفسك. ونسقنا المسرحية مع الدكتور علشان نكشفك على حقيقتك، وفعلا طلع كل كلام الرجال صح، وكنت اسجل كل الكلام اللي كنت تقوله. لا تصدق يا مهند، هذا حاسد وحاقد، هذا واحد من الذي يستوشرون الارض. كذبت يا عبد الله، واخيرا مسكتك متلبس بعد 10 سنين. من انت؟ الله، ما عاد عرفتني يا عبد الله. محمد اخي. ابي. ايوه ابوك يا مهند. كنت تشي تقتلني، تقتل اخوك علشان شوية فلوس واراضي طمع الدنيا. بس ربي كتب لي عمر جديد، ولقاني واحد عابر سبيل واخذني عنده وعالجني وهربني منه، وجلست 7 سنين اتعالج مختفي من الناس. ادعيت الموت علشان استرجع حقي واحمي ولدي من غدرك يا غدار. مستحيل، مش معقول. والواطي هذا خالد قد اعترفوا كل شيء للشرطة وتكلم عن جرائمكم الاثنين انتو وهو ومحامي الغفلة. ما قلت لهم يا واطي، ايش كلمتهم؟ وهذا الذي كشفت لعبتكم الذي كنتوا تشتوا تلعبوها على ولدي. نبصهم مهند على التوكيل، وانا بصهم على عقد زواجي من احلام واعرف زلط سعودي ملان جيبك. علي ما عليك الا نخفيه ساعة الاولي. ولعبت لعبة قدحت على راسك يا عبد الله. امسكهم يلا وشلوهم. ليش تولدني يا ابا ليش؟ سامحني يا ولدي، أنا فعلت كل هذا علشان أحميك.